السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم واللي يقدر يبدل بزاف المعادلة الاقتصادية ديالنا، واللي هو الغاز الطبيعي، وبالخصوص مشروع تندرارة في الجهة الشرقية. هذا المشروع ماشي غير استثمار في قطاع الطاقة، وإنما هو ورقة استراتيجية باش المغرب يعزز الاستقلال الطاقي ديالو ويقوي مكانته في السوق الإفريقية والعالمية، خصوصا في ظل الأزمات العالمية اللي كتأثر على أسعار وإمدادات الطاقة. فشنو هي القيمة الحقيقية لمشروع تندرارة بالنسبة للاقتصاد المغربي؟ وكيفاش المغرب غادي يستغل الغاز الطبيعي باش يجلب الاستثمارات ويطور قطاعات حيوية؟ وواش هذا النجاح غادي يكون نقطة انطلاقة لمشاريع استراتيجية أخرى في ميادين بحال الهيدروجين الأخضر والمعادن النادرة؟ في هذه الحلقة غادي نعطيكم صورة كاملة على المشروع ونعرفوا التفاصيل ديالو. تبع معايا فيديو من الأول حتى الآخر، ما تنساش دير جيم وتشترك في القناة. أنا عندنا سلطان، يلا نبداو. موضوع اليوم مهم بزاف وكيهم مستقبل الاقتصاد المغربي، واللي هو الغاز الطبيعي، وبالضبط مشروع تندرارة. فبعد ما شركة ساوند انرجي البريطانية اعلنت على تقدم كبير من الناحية المالية والفنية، هذا التقدم كيعني ان العد العكسي بدا فعلا باش المغرب يبيع اول غاز طبيعي ديالو. وهنا خاصنا نفهموا ان الامر ماشي غير مسألة طاقة، وانما مسألة استقلال اقتصادي جزئي وتقوية موقع المغرب في السوق الافريقية والعالمية، خصوصا في ظل الازمات اللي كتضرب قطاع الطاقة عالميا. المغرب في هذه السنوات الأخيرة واعي بأن الغاز ممكن يكون واحد الركيزة اللي غادي تدعم النمو الاقتصادي، حيث الغاز ماشي غير مصدر الطاقة، وإنما كيتعتبر مدخل لتطوير قطاعات استراتيجية بحال الصناعة الثقيلة، إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية، وتحريك عجلة الاستثمار الأجنبي، خصوصا أن كلفة الطاقة العالمية كانت دائما عائق أمام بعض المستثمرين. وبمجرد ما يكون عندك مصدر محلي للغاز كتولي عندك ميزة تنافسية، وهذا بالضبط اللي كيصير على المغرب باش يحققه. إلى جينا للتفاصيل المالية، فالشركة البريطانية صرحت في النتائج ديال آخر 2024 أن السيولة النقدية الصافية ديالها وصلت لقرابة 8 مليون جنيه استرليني، بعد ما كانت غير 3 مليون سنة اللي قبل. وهنا كنشوفوا قفزة كبيرة في المؤشرات، والسبب كيرجع لإدارة قوية للموارد وتدفقات نقدية جاية من تطبيق اتفاقيات تندرارة. زيد عليها أن العقود تبدلات من عقود إيجار لعقود أكثر فعالية، بحال عقود الهندسة والتوريد والبناء، واللي كتسمح بسرعة الإنجاز وضبط التكاليف. هذا التغيير الاستراتيجي غادي يعطي فرصة للمغرب باش يدخل السوق العالمية في الوقت المناسب. ومن جهة أخرى، البيئة التشريعية في المغرب كتواكب هذا التطور، حيث القانون اللي كيتعلق بالصناعات الاستراتيجية عطى واحد الدفعة كبيرة للاستثمارات، وخلى الشركات العالمية تكون عندها ثقة أكثر في السوق المغربية. هذه الثقة ما جاتش من فراغ، حيث المغرب خدام على الربط بين البنية التحتية الصناعية ومناطق التنقيب باش القيمة المضافة تبقى في البلاد وما يبقاش غير تصدير المواد الخام. وفعلا الشركة البريطانية بدات كتقوم بإشراك موردين المغاربة في السلسلة العالمية، وهنا كنهضروا على نقل المعرفة وتكوين الكفاءات الوطنية في واحد من أعقد القطاعات في العالم. أما من الناحية التقنية فالمشروع ما بقاش غير على الورق، ولكن البنية التحتية بدات كتوجد، وأعمال تركيب المعدات الأساسية قطعها أشواط مهمة. هاد المعدات غادي تحول الغاز الخام لغاز جاهز للبيع مع احترام المعايير الدولية في الجودة والسلامة البيئية. والتوقعات كتشير أن البيع الفعلي غادي يبدأ في الربع الأخير من سنة 2025. وهنا المغرب غادي يدخل السوق من باب الإنتاج المحلي، سواء باش يغطي جزء من الاستهلاك الداخلي أو باش يصدر. المثير في الموضوع هو أن هذا المشروع كيستعمل عقود الهندسة والتوريد والبناء اللي كتخلي مدة الإنجاز تكون قصيرة، رغم أنها كتفرض زيادة مؤقتة في النفقات الرأسمالية واللي هي حوالي 3 مليون دولار، إلا أن الشركة غادي توفر في التكاليف التشغيلية قرابة 1.5 مليون دولار سنويا. وهذه المعادلة كتخلي الاستثمار مربح على المدى المتوسط والبعيد، خاصة وأن الهدف في المرحلة الثانية هو إنتاج 265 مليون قدم مكعب من الغاز، وهو رقم ضخم بحيث أنه يقدر يلبي الاحتياجات الداخلية وممكن حتى يبقى فائض للتصدير. وإذا ربطناه التطور بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، فالمغرب ماشي في طريق تنويع مصادر الطاقة وكيخدم باش يزيد نسبة الطاقات المتجددة، وبهذا الشيء الغاز الطبيعي غادي يقدر يوازن بين الطاقات الخضراء والطاقة الأحفورية باش يضمن استقرار الإمدادات. وفي النهاية مشروع تندرارة هو نتيجة سنوات ديال التخطيط اللي المغرب كيبنيه خطوة خطوة. والسؤال اللي كيبقى مطروح هنا، واش المغرب غادي يقدر يستغل هذا النجاح باش يطلق مشاريع استراتيجية أخرى في ميادين اللي عندها مستقبل كبير بحال الهيدروجين الأخضر أو المعادن النادرة؟ خليوا لي آراءكم في التعاليق. كنشكركم على حسن المتابعة، كان معكم بنا سلطان، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.